في الفيديو هذا حنعطيك الفرق بين التحكم الذكي الحقيقي والتحكم السحابي. في نهاية الفيديو انت قرر شنو يمشي معك. شوف صديقي، مش كل بيت ذكي معناها فعلا ذكي. في فرق كبير بين انك تتحكم في الاجهزة عن طريق الابليكيشن او اليكسا، وبين انك تصنع سيرفر محلي يخدمك سواء في انترنت او لا. خلينا نوضح لك الفرق على السريع، ونبدو بالهوم اسيستنت. يخدم محلي وما يحتاجش انترنت. الخصوصية صديقي، بياناتك عندك وما يوصل فيك حد، ومتوافق مع كل الاجهزة الذكية، يعني كلها تكلم في كلها من غير اي تعقيدات. تقدر تبني حرفيا اي سيناريو تبيه وتخليه يخدم من غير اي تدخل بشري. أليكسا موضوع تاني، هو صح التحكم الصوتي فيها سريع ومريح، لكن كل شيء فيها يعتمد على الانترنت وخدمات امازون بشكل ضروري جدا، لدرجة الخصوصية متاعك تحسها في خطر، ومن غير انترنت تتحول الى جماد لا حس لا مس. اما بخصوص التطبيقات التجارية زي الاي وي لينك والتويا وسمارت لايف، فهي الصراحة سهلة جدا للمبتدئين كاستخدامات طبعا، والباقي كلها عيوب، زي مثلا انه كله يخدم سحاب، اعتماد الكلي على الانترنت، وصعب انه يتوافق مع اجهزة ذكية تانية من صانع مختلف. أليكسا عندي في الحوش تخدم سماعة صوت فقط، اقصى شيء تقدر تقوله Okay.